أهلا بيكم. لما نتكلم عن أصل مشاكل مصر الحقيقة بنلاقي أنه في النهاية الأسباب تقريبا واحدة، ولما بنتكلم عن أزمة موارد مصر وندور عليها بنلاقي في الآخر أن احنا ما عندناش أزمة موارد ولا حاجة، بالعكس مصر مليانة خير ومليانة موارد. أمال المشكلة فين؟ المشكلة الحقيقة أنه مصر محتاجة إدارة، محتاجة عقول إدارية ومحتاجة علماء ومحتاجة أنظمة إدارية ناجحة، وبالتالي قررنا أن ضيفنا في هذه الفقرة يكون أحد أهم العقليات الإدارية في مصر، وهو وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور أحمد درويش. أهلا بيك يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة كنا عايزين نتكلم معاك في حاجات كتير عن الإدارة ومحتاجين إيه وإزاي نتغلب على الفساد اللي الحقيقة لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول ان احنا تخلصنا منه رغم وجود اما ممكن نقول ثوره واحده اللي هي 25 يناير وامتدادها 30 يونيو علشان ما نزعلش برضو الناس اللي بتشوف ان هم ثوره واحده، او وجود ثورتين اللي هم 25 يناير و30 يونيو. رغم الحقيقه يعني 25 يناير و30 يونيو لسه ما نقدرش نقول ان احنا تخلصنا او اخذنا على الاقل خطوات جاده في التخلص من الفساد. كنا عايزين نتكلم في كل ده، لكن الحقيقه حضرتك كمان بتجبرنا ان احنا ننظر للمستقبل، ننظر للشباب من خلال الجمعيه اللي هنتكلم فيها طبعا مع حضرتك واللي حضرتك بترأسها، وحضرتك مصطحب يعني معاك دلوقتي ومشرفنا معاك ايضا المهندس احمد ابو السعود. مهندس احمد هو رئيس اللجنه المنظمه ليوم الهندسه المصريه اللي لسه منتهي حالا. اهلا بيك يا باشمهندس احمد، منورنا. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور احمد. حضرتك ايضا رئيس جمعيه مهندسي الكهرباء والالكترونيات. الاول عايزين نعرف نتكلم على الجمعيه وبندخل في الملفات الثانيه. ايه هي الجمعيه دي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني عايز اشكر فريق الاعداد واشكر حضرتك واشكر 90 دقيقه على ان احنا ندي الناس شويه امل، لان انا عارف ان دايما الناس لما بشكل ما لما بتستضيفني بنتكلم على الفساد، وانت محقه كل الحق، لانه مش هي احساسك في مكانه. معظم الشواهد والارقام بتقول انه الفساد ما نقص بعد الثوره. فلازم كده ندي ناس شويه امل ونقول انه عندنا في مصر شباب زي الفل، شباب جميل بيعمل حاجات ممتازه. جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات دي جمعية دولية، احنا فرع مصر. هي جمعية بحثية وبتهتم بالبحث والتطوير في أمور الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات والقوى ما يتصل بيها. من 12 سنة كده مجموعة شباب فكرنا ان احنا نعمل حاجة اسمها يوم الهندسة المصري. مجموعة شباب دول بنسميهم خريجي العقد الأخير، Graduate of Last Decade Gold، حتى المسمى طلع بالإنجليزي، دول الذهب بتاعنا. دول مجموعة من المتطوعين. الجمعية دي جمعية لا تهدف للربح، كل اللي بيشتغلوا فيها متطوعين، ما حدش فيهم بيتقاضى أموال. بيقولوا ليه الولاد اللي اتخرجوا، ولادنا اللي اتخرجوا المهندسين، ما يمدوش ايدهم لحديثي التخرج، الناس اللي لسه يا دوبك متخرجة جديد واخدة بكالوريوس. فابتدينا نعمل معرض لمشروعات التخرج، وابتدينا نعمل مسابقه لمشروعات التخرج، وبعدين بعد سنتين ثلاثه ابتدينا نعمل حاجه متقدمه شويه اسمها مسابقه صنع في مصر، ما يبقاش مجرد فكره، يبقى منتج فعلا يصلح انه يتسوق. وبعدين بيجيب مجموعه من المحاضرين يدوا محاضرات. السنه دي كان عندنا 43 محاضر، على راسهم دكتور مصطفى السيد كان بيدي هو الكلمه، المحاضره العالم المصري طبعا. وعندنا مسار للمراه في الهندسه. عندنا يعني يوم متكامل الحقيقه. أكبر حدث هندسي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بالأرقام، لأنه على مدار يومين بيحضر 9000 شاب مهندس. الأرقام دي ما سمعوش عنها لا في أوروبا ولا في أمريكا، إن نعمل حدث يحضر فيه 9000 واحد. أهم وأجمل حاجة في هذا الموضوع هو أحمد وال250 متطوع اللي معاه. هذا اليوم بالكامل تنظيم، محاولة المرور على الناس للحصول على رعاية مالية. حضرتك عارفة قاعة المؤتمرات بناخد القاعة والجاليري والكلام ده، تكلفة باهظة جدا، 700-800 ألف جنيه. هم اللي بيمروا على الرعاة ويجيبوا رعاية، هم اللي بيتفقوا مع الناس، بيجيبوا شباب من 43 جامعة وبعدين ينزلوهم يومين في اللوكندات والفنادق. هذا التنظيم الرائع، 250 متطوع، حاجة تفرح. يا ريت بقى حضرتك قدامك احمد اهو وخليه يحكي نسمع من احمد. طيب مهندس احمد، قول لي انضميت للجمعيه دي، اكيد كان عندك يعني اسباب تخليك تنضم ليها. قول لي ايه الاسباب، ايه اللي حلمت انه من خلال هذه الجمعيه تقدروا انكم تحققوه؟ هو هدف يوم الهندسه المصري ان الطالب اللي بيعمل مشروع التخرج بتاعه مش مجرد يعمل مشروع تخرج تقليدي يحطه في الدرج ويرميه. الهدف بتاعه اللي هو يعمل منتج ينفع يتباع في السوق.
هدف يوم الهندسه المصري هو كان تقليل الفجوه ما بين الصناعه وبين الاكاديميه. بدل ما بنذاكر بس وبنعمل ابحاث بس، ننفذ ابحاثنا ديت على ارض الواقع ونقدر نعمل منتج. وده نجحنا فيه في يوم الهندسه المصري، اللي احنا الشركات او المشاريع التخرج فتحت شركات خاصه بيها وبدات تنافس وتبيع في جوه مصر وبره مصر. فهدف المتطوعين اللي شغالين على يوم الهندسه المصري هو اللي احنا نفيد زمايلنا المهندسين ان هم يبقوا اكثر تطورا ويفيدوا البلد بشكل اكبر بكتير من اللي احنا المفروض نعمله. تمام. انت هل ده اول يعني اول مؤتمر بتشارك فيه من هذا النوع؟ انا بقالي 6 سنين بشتغل في يوم الهندسه المصري. بقالك 6 سنين فيه. 6 سنين. طيب عايز اعرف الاختلاف كان ازاي؟ يعني مثلا السنه دي من السنه اللي فاتت من اللي قبلها، ايه الجديد؟ احنا عندنا محورين. محور التطوع، اللي انا اول ما دخلت يوم الهندسه المصري كنت متطوع صغير ما اعرفش اي حاجه. اتعلمت واحده واحده، وكل سنه لما بتعلم حاجه بزود من معرفتي واكبر شويه. فالسنه دي احنا على فكره في يوم الهندسه المصري بقى لنا 12 سنه، كل سنه في رئيس مختلف ليوم الهندسه المصري بيعلم الرئيس اللي موجود يعلم الرئيس اللي بعديه ازاي تعمل يوم هندسه مصري، عشان السنه اللي بعدها هو اللي يستلم منه. بالظبط. يعني بقى لهم 12 سنه عندهم تداول للسلطه من قبل ما مصر يعني يبقى فيها تداول سلطه. يبقى رئيس المؤتمر ده لمده سنه. لمده سنه بالظبط. فكل متطوعين، احنا عندنا متطوعين شغالين بقى لهم 12 سنه في يوم الهندسه المصري. يعني كل هدفهم ان احنا فعلا بنشوف مشاريع كانت حاجه بسيطه جدا او فكره بسيطه جدا، كمان 5-6 سنين فجاه لقيناها مشروع شغال على ارض الواقع وبيبيع وبيكسب ومشغل ناس عنده في الشركه كمان. طيب ده كلام ممتاز يا دكتور احمد. النسب عندنا يا ريهام على فكره يعني تضاهي النسب العالميه واعلى. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا 260 مشروع اللي حصلوا على رعايه من شركات او جهات بترعى، يعني بتحتضن او بتدي تمويل عشان المنتج ده يتحول في النهايه، كان 36. النسبه دي اكتر من 10%، ودي تعتبر نسبه ممتازه جدا. السنه دي برضو عندنا حوالي 15 مشروع اعتقد جالهم عرض شراء و15 جالهم عرض رعايه، يعني حوالي 30 من حوالي برضو 200 مشروع. فالنسبه جيده، ولادنا كويسين، ولادنا بيطلعوا حاجات حلوه قوي. يا ريت بس نديهم فرصه، يعني يا ريت ما نكبسش على، يعني لو الكبار بس ما كبسوش على نفس العيال، ولاد مصر دول هيطلعوا حاجات حلوه قوي. هو لسه حد بيقدر يكبس على نفس الشباب بعد اللي عملوه يوم 25 يناير وبعد كده 30/6؟ حد يقدر يكبس على انفاسهم؟ طيب اتعشى. ده هم اللي بيقولوا وبينفذوا اللي هم بيقولوا الحقيقه يا دكتور احمد. طب انا عايزه برضو نتكلم عن اهم مشاكل مصر من وجهه نظر حضرتك، ويا ريت نشرك كمان مهندس احمد معانا، نشوف هو كمان كشاب الان وعنده دور في المجتمع، هو كمان شايف المشاكل دي ازاي. بس عايز ابدا مع حضرتك، اهم المشاكل اللي مصر بتواجهها تتلخص في ايه؟ لا يعني ده ممكن نقعد لغايه نص الليل، لكن انا هديكي عناوين. مصر فيه 7 ملفات يعني ساخنه، بدءا من ملف الاقتصاد. ملف الاقتصادي ملف ساخن جدا، عجز الموازنه عالي. يليه ملف شبكات الامان الاجتماعي، وده مرتبط جدا بملف الاقتصاد. شبكات الامان الاجتماعي دعم اللي هو مشهوره بالدعم، يعني عندنا السنه دي حده الادنى 205 مليار، حده الاقصى قد يصل ل 265 على حسب بقى اسعار الطاقه اثناء السنه هتبقى ايه. ده حوالي 15-16% من الناتج القومي الاجمالي، ده رقم عالي جدا. عندنا ملف عايز اقول الموائمه والمجتمع ده يتصالح مع بعضه، فعايز علماء الاجتماع وعلماء النفس يشتغلوا على هذا الملف. عندنا الملف الخاص بموقفنا مع العالم الخارجي. عندنا يعني في 6-7 ملفات، مش عايز أضيع، كلها مهمه فعلا، كلها ملفات هامه جدا على مائده مجلس الوزراء. هل القائمون على شؤون الدوله الان يا دكتور احمد، حضرتك ذكرتي طبعا ملف الفساد وهو طبعا يعني ولسه هنتكلم يعني فيه، لكن هل القائمون على شؤون الدوله الان يعني على علم بمدى حجم هذه الازمات او المشاكل اللي مطلوب ان مصر تواجهها؟ واعتقد ان في منها مش ممكن هو يستنى، يعني لازم يكون بشكل سريع. طيب انا عايز افرق بين على علم وبين الاجراءات التي بتتخذ. على علم يقينا على علم. يعني انا علاقتي طيبه الحمد لله بمعظمهم يعني.
هم على علم. في اجراءات بتتخذ يتفاوت من ملف لاخر. يعني في ملف انا مش شايف انه بيتخذ فيه اي اجراءات. ملف الخاص مثلا انا تعنيني جدا القضيه المجتمعيه، انا يعنيني جدا القضيه، انا مش شايف انه مين اللي بيجيبوا علماء الاجتماع وعلماء النفس ويقول كيف يعود هذا المجتمع المصري الى انه يحتضن بعضه. انا مش شايف مين بيقول دي، ودي حاجه هتشتغل على المدى الطويل، مش هتشتغل على المدى القريب. الحل الامني هو حل امني، هو مطلوب، ولكن الحل الامني دايما حل قصير الامد. الحل الطويل الامد هو الحل المجتمعي، الحل النفسي، الحل اللي بالفكر. الفكر لا يجاب الا بالفكر. مش شايف مين اللي بياخد الاجراءات في هذا الملف، ودي مساله مقلقه. حضرتك من ابسط شيء لاعلى شيء، من ابسط شيء خلي احمد او حضرتك تحطي راي كده على الانترنت وشوفي من يخالفك في الراي، اسلوبه وطريقه حديثه معاكي ايه. يعني انا دايما يعني حتى المره اللي فاتت ناس ضحكت، قلت يعني لما اتنين بيختلفوا في الراي اهاليهم مالها في الموضوع، فضحكوا لانه يعني حضرتك انا دايما بدي مثال في نقطه وبكرره كتير اللي هو بنبدا كلامنا بان احنا نقول ارائنا في المواضيع المختلفه، وبننهي كلامنا في ان احنا نقول ارائنا في اهالي بعض. يعني للاسف. ودايما بدي مثال وبكرره كتير جدا، ودي يمكن رابع او خامس مره بكرره، بتكلم على قاسم امين. قاسم امين كان راجل فرد بطوله قلع نسبه لا باس بها من سيدات مصر النقاب. قاسم امين ما كانش عنده اداه تشريعيه، ما كانش عنده أداة أمنية، ما كانش بيقول لهم والله ما تقدريش تدخلي الجامعة وانت منقبة، ما تقدريش تدخلي الامتحان وانت منقبة، ما تقدريش تشتغلي في الحكومة ولا في البنك وانت منقبة. ما كانش بيقول حاجة. كان عنده الفكر. كان عنده فكر. صح. في مجموعة بعد حرب 73 لما البترول غلي والسعودية عملت أكبر خطة نهضوية، طبعا مين علاقة مصر بالسعودية علاقة وطيدة، مين اللي هيقوم بهذه الخطة؟ مجموعة من المصريين سافروا السعودية، تعرفوا على ثقافة سعودية مغايرة للثقافة المصرية، رجعوا من هناك مقتنعين بفكرة ان زوجاتهم مرة تانية تتنقب، وزوجاتهم دي خلت اصدقائهم وصديقاتها يعني تتنقب. في كلا المثالين دول بنتحدث عن فكر، لا نتحدث لا عن أداة أمنية ولا عن أداة تشريعية. فلو احنا بنتكلم على ان هذا المجتمع لنا رغبة انه يتقدم للأمام، فيجب ان نتحدث عن من يقوم على هذا الملف. وعلى فكرة انا اخترت ملف من ضمن الستة سبعة دول اللي هو انا ما اعرفش فيه. يعني انا عندي قلق شديد جدا من الملف الاقتصادي، بس في له حلول. في قلق من ملف الدعم، بس ده انا بفهم فيه كويس قوي. يعني اقدر اقول لحضرتك 1 2 3 نقدر نعمل فيه ايه. ولذلك انا قلق من هذا الملف، لانه ده الملف اللي واحد من الملفات اللي مش شايف ان في حد بيشتغل عليه. ملف الفساد لسبب ما بقى يعني دائما بياخد الخلفيه. يعني ما اعرفش عندكم في التلفزيون او في السينما الباك جراوند ده بتسموه ايه كده، يتحط كده ودايما نؤجله، ولا ادري لماذا يتم تاجيله. ملف فيه حاجات مين اللي بيأجل ملف الفساد دلوقتي؟ تقصد الحكومه؟ لا دلوقتي مش عايز اقول مين لان الحكومه لسه باديه بقى لها شهرين، لكن يعني خلينا نحكم على ما قبل الثوره. كان في حاجات واضحه جدا انه هناك استفاده منها واضحه. ملف الفساد الحقيقه خليني اقول لحضرتك بصراحه مؤجل من ايام مبارك يا دكتور. طب ما ده اللي انا بقوله. ما لم يخطر ببالي حضرتك. يعني ايام مبارك كان عندي تحليل واضح جدا، القضيه دي قضيه فساد ما بيتخذش بيها اصلاح، لانه في استفاده 1 2 3 4. يعني ابسط مثال واشهره قضيه التعيينات في الحكومه، الناس اللي بتتعين بتاشيره دي وبالواسطه هو تعيين بالواسطه ده مش فساد حضرتك؟ طبعا. لما يبقى بياخد حق غيره، لما يبقى واحد طالب مجتهد كده زي اللي كانوا في يوم الهندسه المصري وجايب جيد جدا ومشروعه مش عارف عامل ايه وبتاع، واحد تاني ياخد حقه، ما دي قضيه فساد. صح. كويس. لكن كنت متفاهم كويس جدا انه قضيه التعيينات اللي ماشيه بالتاشيره دي بيستفيد منها الحزب الوطني اثناء الانتخابات، لانه لما العضو البرلمان بيعين شويه ناس من الدايره بتاعته بينتخبوه فبينجح في الانتخابات. فكان عندي اطار مفهوم اللي ما كانش مفهوم بالنسبه لي بعد 25 يناير. دي ليه لسه مستمر؟ اتضح انها مستمره حضرتك. لانه هي مكنه بايظه حضرتك. المشكله بقى ان اللي قاعد على الكرسي، انا بدي مثال من عشرات الامثله. لا عندنا فساد حضرتك في المناقصات الحكوميه، عندنا فساد في قضايا التخصيص، عندنا فساد يعني لا عندنا. وبعدين دايما على فكره الناس ظالمه الحكومه. يعني ايه ظالمه الحكومه؟ مش ظالمها يعني لانها مظلومه، يعني دايما نتكلم على الفساد في الحكومه والفساد الاداري. لا احنا عندنا فساد اداري
عندنا فساد برلماني، وعندنا فساد سياسي، عندنا فساد على كل الانواع. بس يعني انا كوزير للتنميه الاداريه لما كنت بتكلم ما كنتش بحب اخبط في الناس، فكنت بتكلم على الحته بتاعتي وهو الفساد الاداري في الحكومه. انما هذا لا يعني انه لم يكن هناك فساد في البرلمان، لم يكن يعني انه لم يكن هناك فساد في الاحزاب. فهي مكنه حضرتك، المكنه بايظه، انما اللي قاعد على الكرسي اكتشف الله دي مكنه حلوه قوي بتشتغل لصالح اللي قاعد على الكرسي. طب مش معقوله بقى لان المكنه، لا احنا عايزين نغير المكنه. طب ده استمر يعني في حكم الدكتور مرسي ايضا استمر هذا الفساد وغض الطرف عنه بسبب مصالح، بسبب استفادات من اشخاص وجهات معينه؟ للاسف اعتقد لانه يعني في اكتر من موضوع. انا شخصيا يعني مش هتكلم على حاجه اتحكت لي، لان انا احب اما اقول وقائع اقول وقائع مثبته. انا تحدثت مع الدكتور هشام قنديل في اكثر من موضوع انا كنت معتقد انه من الموضوعات سهله التنفيذ، على راسها التعيينات، على راسها انه الموضوع اللي بيتكلموا فيه النهارده انه فكره انه اي حد يتقاضى اي قرش صاغ يكون بالرقم القومي، اي شركه تقبض فلوس يكون بالرقم التاميني. تحدثت معاه في عده مواضيع، قال لي اديك شايف الدنيا والدنيا صعبه ومش عارف ايه ومشغولين بمليون حاجه والاقتصاد ما ناجل ده لقدام. ما كانش في رغبه يعني. انما في حديثي بقى مع اخرين دون ذكر اسامي في حد قال جمله هقولها كما هي عشان بس امانه النقل. هو الدور مش علينا ولا ايه يا دكتور؟ هو الدور مش علينا ولا ايه يا دكتور؟ يعني لما تحدثت معه في قضيه التعيينات وانه يجب ان نصد، فهو كان شايف انه الله هو الحزب الوطني ما هو كان عمال يرتع، جيت علينا احنا يا احمد يا درويش جاي يعني هم استفادوا، احنا بقى مش دورنا نستفيد، مش دورنا نستفيد كمان. ومش هذكر الاسم، لكن الجمله دي اتقالت كما هي. فلا ما كانش فيه الرغبه. هل كان رئيس حزب ولا حاجه؟ لا مش هنقول مين، مش هتقول مين، لكن يعني من الشخصيات المهمه. يعني مش حد صغير يعني. لا. طب عايزه برضو اسال المهندس احمد، كان الدكتور اتكلم عن جزئيه مهمه، انه في جزئيه التعيينات مثلا انه الوسايط انه ده نوع من الفساد، لانه اللي بيجي بيتعين بالواسطه بياخد دور يعني بياخد دور حد تاني من الشباب ممكن يكون نابغ في مجاله، ممكن يكون يستحق الفرصه بس مش بياخدها. انتم كشباب، انت يا استاذ احمد، زملائك اللي بتقعد معاهم وبتقابلهم، هل عانيتوا من هذا النوع من الفساد؟ خلينا نتكلم عن المجتمع الهندسي. اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي هو اكيد في مشكله في كده، بس الفكر اللي احنا بنحاول نعمله اللي انا مش بس بروح ادور على التعيين، وده اللي احنا بنحاول نزرعه في الشباب اللي احنا بنتعامل معاهم. ما تستناش اللي انت تروح تعين في حته، انت ممكن تروح تفتح شركتك، او ممكن تروح تعمل حاجه خاصه بيك. حتى لو لقيت مشكله يعني في ناس كتير جدا بيواجهوا الصعوبه ديت. هو على المجتمع الهندسي الكل بيتجه للشركات الخاصه، فخلاص يعني انا مش هروح اشتغل في الحكومه، انا هروح اطور من نفسي، اعلم نفسي اكتر واشتغل في شركه خاصه او افتح شركه خاصه بيا. فيعني موضوع التعيينات بالنسبه للمجتمع الهندسي يعني شبه مغلق يعني على الدخول. بس ده مش متاح للكل. لا هو مش متاح للكل، وحتى لو كان متاح بنسبه، هو في طبعا نسبه، في ناس بتدخل بنسب ما بيبقاش معروف ومعلن لكل الناس. يعني مش كل الناس تعرف توصل لما يكون في فرصه معينه اقدر اوصل لها، ما اعرفش، لان هي في دائره يعني صغيره. دي نقطه مهمه جدا اللي بيتكلم فيها، اللي هي فكره الاعلان. يعني انا حضرتك الحكومه او الشركات المملوكه للدوله دي مش شركتي عشان اعين فيها ابن اختي. يبقى لما يكون عندي موقع شاغر المفروض اعلن عنه، واعلن عنه بوضوح عشان خاطر كل من يجد في نفسه الكفاءه والجداره انه يتقدم للوظيفه يتقدم. والمفروض في النهايه اعلن من فاز بهذه الوظيفه واقول ايه مهاراته، ده شاب اتخرج بكذا مهاراته كذا، عشان لو حد شايف انه اتظلم يستطيع انه يشتكي. ده كان بيعلن في مقر الحزب الوطني من الداخل، وكان بيعلن في مطار القاهرة من الداخل برضه عشان ابن مرسي، ولا ايه؟ والله حضرتك الاعلان الداخلي ده يعني بدعة، بس الاعلان الداخلي حضرتك طبقا للقانون ما بيكونش في الوظائف اللي هي عند بداية التعيين. الاعلان الداخلي ده بيكون في الوظائف العليا. يعني ايه؟ يعني انا عندي وظيفة مدير عام شاغرة، فاقول والله ولاد ممكن اقول انا هنزل اعلان اي حد عايز يتقدم على وظيفه يتقدم، وفي بعض الاحيان يقول ايه لا ولاد المكان بس اللي يقدموا عليها. انما لما اكون بتكلم على وظيفه في بدايه السلم مفيش حاجه اسمها اعلان داخلي حضرتك على الحيطه، ده مش اعلان، ده اسمه حضرتك سد خانه. يعني خلينا نتكلم واجب. لا خلينا نكون اكثر صراحه يعني.
فلا طبعا ده لا يصلح. طب على فكره احمد بيشتغل، هو يمكن هو يعني عنده اختراع كمان. لا مش عايز اقول كده، لا في يعني هو يمكن محرج، بس احمد ما بيشتغلش في حته تعتبر اعلان، لان احمد بيشتغل في المركز الخاص بالابتكار والابداع، وده مركز يتبع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتقدر تتكلم بحريه اكتر يعني. شايف متكتب لا يعني هو ما بيشتغلش في شركه قطاع خاص. هذا المركز شغلته انه يرعى من لديه افكار وابداع وابتكار وما الى ذلك. عمرك ما توسطت؟ انا هكلم بقى دلوقتي سياده الوزير احمد درويش، مش العالم والمهندس وايضا مكتشف الشباب، لكن انا بكلم الوزير احمد درويش. عمرك ما توسطت سياده الوزير لشاب زي احمد مثلا وقلت هو نابغ ويستحق هذه الفرصه، ولولا واسطتي مش هيقدر ان هو ياخد فرصته؟ لا دي ما بنسميهاش واسطه. حضرتك دائما عندما هيتقدم لأي وظيفة 40 شخص، هتصفي منهم حضرتك مثلا 25 يتبقى لك 15 دول هتقعدي تبصي عليهم بشكل أدق شوية، يتبقى لك منهم 8. ال8 دول لما بتيجي تعملي بينهم المفاضلة في كل أنحاء العالم بيبقى في حاجة بنسميها المرجع. يعني بنطلب من الشخص، بس ده مش في الوظائف اللي هي بداية التعيين، بنطلب من الشخص إنه قول لنا اسمين نكلمه في التليفون نسأل عليك. لما بيكلمني بقى يسأل الشخص بقى يسأل على فلان ده، انا بديله معلومه، اقول له مثلا الولد ده كويس قوي بس مبدع، الولد ده كويس بس هو كسلان يعني هو بيصحى متاخر، فهيجي لك الشغل الساعه 9:30 10، مش هيجي الساعه 8، بس هتاخد منه شغل هايل. دي شغلتي انا كاستاذ جامعي. لما ببعت مثلا حد يقول لي انه مقدم على انه يعمل مثلا دكتوراه في الخارج، ويجي استاذ زميل ليا يعرفني يقول لي يا احمد في واحد مصري اسمه فلان مقدم على دكتوراه، ايه رايك فيه؟ اخده كطالب ولا لا؟ دي شغلتي ان انا اقول له رايي، اقول له مثلا ده ممتاز وباحث هايل، لكن جزء من الامانه مثلا ان انا اقول له ايه؟ اقول له ده من مركز بحثي، فانا ما اعرفش قدرته على التدريس ايه، اذا كنت هتدخله يدرس، اذا كنت هتخليه يعمل ابحاث هيبقى كويس. فدي ما بنسميهاش واسطه حضرتك، دي بنسميها ان حضرتك حد بيحكي عمليا، لان الشخص مهما هيتكلم عن نفسه طبعا هيجي في السيره الذاتيه يكتب عن نفسه احلى كلام، فلازم يسالوا عليه. ده المراجع دي ما هياش واسطه حضرتك، دي مختلفه عن فكره، لا تعتبر واسطه، دي مختلفه عن فكره الواسطه. انما الواسطه بالنسبه لي انه اكون عارف انه شخص حديث التخرج واللي على بدايه السلم، للاسف بس هي دي الحقيقه، انه ما عندناش وسيله للمفاضله ما بين الناس اللي على بدايه السلم الا تقدير المعدل التراكمي للتخرج. يعني واحد جايب امتياز، واحد جايب جيد جدا، واحد جايب جيد. مش ممكن ولا عمرها حصلت ان احمد درويش هيكلم يقول خد ابو جيد قبل امتياز، مش هتحصل. تمام. طيب عايزه اروح فعلا للاستاذ احمد، كلمنا اكتر عن شغلك زي ما كان الدكتور احمد درويش بيقول دلوقتي. قول لي انت بتشتغل ايه، المكان اللي بتشتغل فيه. طيب هو انا شغال في مركز الابداع التكنولوجي ورياده الاعمال، وده مركز تابع لوزاره الاتصالات. هو هدف المركز هو ان هو يحتضن الافكار الجديده الخاصه بالتكنولوجيا، يحتضنها، يعلمهم ازاي يعملوا من فكرتهم شركه، يوفر لهم المناخ المناسب، يوفر لهم الادوات المناسبه والاشخاص المناسبين ان هم يبدعوا ويعملوا شركه خاصه بيها، لان في الاخر اقتصاد الدول بيقوم على الشركات الصغيره. فطول ما احنا بنكتر الشركات الصغيره فاحنا نقدر نجبر بالاقتصاد بتاعنا. فهي دي الفكره بتاعته، اللي هو يدعم الشركات الصغيره ان هي تكبر وتزيد في مصر. وده على فكره هو يعني بيتكامل مع يوم الهندسه المصري، هو مش بعيد عنه خالص، لان حتى الناس اللي بيطلعوا من يوم الهندسه المصري النهارده فاز ناس معانا، الناس دي رايحه تحتضن في مركز الابداع وفي اكتر من مؤسسه عشان يبتدوا مشوار. احنا يوم الهندسه المصري بياخد الطالب وهو في الجامعه، يوصل مشروع تخرج، يطلع مشروع تخرج، يوصل للاحتضان فيكبر. فهي مراحل كلها بتكمل بعضها عشان توصل من فكره لشركه. تمام. بتشوف ازاي يا سياده الوزير اختيار رئيس الجمهوريه الحالي المؤقت يعني لشباب زي مثلا الدكتور عصام حجي اللي هيكون موجود معانا بعد شويه طبعا. نوابغ من الشباب ان هم يكونوا مستشارين ليه، والحقيقه الدكتور عصام طبعا هو مستشاره العلمي. شفت الخطوه دي ازاي؟ هل هي خطوه يعني خطوه ايجابيه جدا، ممكن تفيدنا ازاي؟ لا خطوه ايجابيه جدا. اولا دكتور عصام يعني الخبره
انتقال الخبره. اصل احنا ليه ساعات بنستعيب ان احنا نبص على دول عندها منظومه جيده وناخد منها، يقول لك اصل مصر لا ناخد منها ما ينفعنا ونوضبه على الثقافه بتاعتنا. انا بس مش عايز اقلب المواجع عليكي يعني، لكن لو احنا عندنا منظومه تعليميه جيده اللي هيتخرج منها مش هيبقى طالب لفرصه عمل، هيبقى خالق لفرصه عمل. يعني الشخص الكويس لما بيتخرج من الجامعه هو بيخلق لنفسه فرصه عمل، ويخلق يمكن لأربعة خمسة جنبه فرصة عمل، مش بيبقى واقف مستني يقول أنا عايز فرصة عمل. ودي حاجة من الحاجات اللي هي يعني واحد من الملفات الساخنة يعني اللي بنتكلم عليها، إنه نسبة البطالة حاليا بسبب إنه الاقتصاد الحقيقة يعني في معدل النمو بتاعنا قليل، نسبة البطالة في ازدياد شديد جدا يعني. حاليا من اعلى النسب اللي عمرها وصلت في تاريخ مصر. انا اعتقد لو ذاكرتي اللي تخوني عندنا 3.6 مليون شخص بيبحث عن عمل، النسبه فوق ال 13%، 13.6 او 9. هي النسبه العالميه كام؟ دي بقى الحته بقى حضرتك اللي ايه، اللي احنا لما بنقول للناس 13 مثلا ونقول له ده في دول فيها النسبه 9 ودول فيها النسبه 8، نحس ان احنا مش بعيد. لكن احنا الخطوره عندنا في الهيكل الديموغرافي للبطاله. ليه؟ لأن الدولة زمان كانت بتضمن فرصة عمل لكل واحد، أي حد لغاية سنة 84 أي حد معاه بكالوريوس أو ليسانس الدولة دي كانت بتوفر له فرصة عمل، بيتعين. فحضرتك كل ما هتطلعي لفوق في السن هتلاقي إيه؟ هتلاقي نسبة البطالة قليلة جدا تقترب من الصفر، وكل ما هتنزلي في المرحلة العمرية هتلاقي نسبة البطالة عالية. نسبة البطالة دلوقتي تحت ال 30 سنة مقلقة جدا. حضرتك بتتكلمي على الذكور الشباب كل 3 فيهم واحد بيدور على شغل. التلت يعني. تلت. الإناث الشابات كل 2 فيهم واحدة بتدور على شغل. نص. تحت 30 سنة. عشان كده هي ال 13% جايز مش كارثة. ما تبصش للرقم ككل، بص توزيعه ازاي. لازم اشوف توزيعه بالظبط كده. ودي الحاجة اللي هي ايه؟ فاكره حضرتك انا لا اكذب ولكني اتجمل، معظم الحكومات كانت بتعمل كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، لما الاقتصاد المصري بقى كان بيحقق معدلات النمو العاليه دي اللي هي 7.2% و7.8% بتاع، في وقت من الاوقات نسبه البطاله في مصر وصلت الى 8.9%. ده كان يعتبر رقم كويس جدا ورقم يضاهي دول عالميه كتير، لكن عمر ما حد طلع يتكلم على طب ال 9% دول فين؟ الهيكل مين اللي بيدور على شغل؟ هنلاقي شباب مصر هو اللي بيدور على شغل، وهي دي المشكله. طب يعني انا عايز اسال حضرتك، احنا دلوقتي عندنا مؤسسات فيها نسبه عماله اكتر من طاقتها واكتر من حاجتها، وعندنا زي ما قلنا اعداد مهوله من الشباب مش لاقيه شغل، يعني اتخرجت ودرست وتعبت واهاليها صرفوا عليها ومش لاقيين شغل. هنقدر نحل الازمه دي ازاي؟ لا بصي حضرتك، الملف ده مرتبط جدا بالملف الاقتصادي. يعني من غير نمو، اصل هو ايه كلمه نمو اقتصادي؟ نمو اقتصادي معناته ان الاقتصاد بيكبر. يعني ايه الاقتصاد بيكبر؟ يعني واحد بيفتح خط انتاج جديد في المصنع بتاعه، يعني ناس بتشتري حاجات زياده من السوق، فلما بتشتري زياده يبقى المصنع اللي بينتج الحاجات دي عايز ينتج تاني، ففي واحد بينتج، واحد بيصنع، واحد بيغلف، واحد بيبيع، واحد فده بيخلق فرص عمل. عندنا حسبه مش دقيقه قوي، لكن خليني اقولها كده للساده المشاهدين عشان ياخدوا فكره. كل 1% نمو في الاقتصاد، هم بيسمعوا مثلا الاقتصاد هينمو 2% او 3%، كل 1% بتخلق 100,000 فرصه عمل. ال1% فاللي بيدخل سوق العمل المصري كل سنه حوالي 700,000 واحد. ليه؟ احنا بلد صغيره، ففي ناس في ناس بتتخرج كل سنه بتخلص تعليمها وعايزه فرص عمل. عددهم كام؟ عددهم حوالي 700,000 او 750,000، وفي بيطلعوا على المعاش 50,000. فاحنا محتاجين نولد كل سنة 700,000 فرصة عمل جديدة. لازم اقتصادنا يولد 700,000 فرصة عمل. يبقى لازم يبقى ايه؟ ينمو بنسبة 1% على الأقل. لازم ينمو بنسبة 7 بقى، لأنه الواحد بتجيب 100,000. الواحد بتجيب 100. الواحد بتجيب 100,000. يبقى احنا عايزين على الأقل 7% نمو كل سنة. فأي سنة حضرتك وزارة المالية مع البنك المركزي طلعوا النمو الاقتصادي لما يعلنوه اقل من 7%، حضرتك عارفه ان احنا راكبنا بطاله. يعني ايه راكبنا بطاله؟ يعني في ناس دخلت سوق العمل ما لقيتش شغل. البطاله اللي بتتراكم دي بتتراكم ايه؟ بتتراكم على اللي فات. فالبطاله كانت 2 مليون بقت 2.2، بقت 2.3 لغايه ما وصلنا ل 3.6. يبقى احنا محتاجين ان احنا ننمو باكتر من 7% عشان اي حد يخش سوق العمل يلاقي شغل،
وناخد شويه ايه من اللي متراكم. ده يعني مهمه، ده محتاج مش خطة صعبة، اقتصادية، مهمه خرافيه. معلش بقى، ما انا كنت قاعد على كرسي الحكومه فمش لازم برضو نفضل ننتقدهم، بس عايز اقول لحضرتك مهمه خرافيه، لانه عايز اقول ايه، الوفورات اللي هو ما يدخره مدخرات الشعب المصري اللي بيحطها في البنك، لو شغلناها كلها حضرتك وعملناها او حولناها لاستثمارات، تعمل مصانع وتعمل شركات وتعمل حاجات، تعمل نمو 3.5%. يبقى السنين اللي كنا بننمو يبقى نص اللي هيتخرجوا بس بالظبط كده. السنين، طيب المشاهدين بقى يسالوا، طب السنين اللي كنا بننمو ب6 و7 جبنا الباقي ده منين؟ جبنا الباقي ده ان احنا كنا جاذبين لاستثمار خارجي. يجي حد يقول والله ده مصر دي بلد كويسه، انا هحط فيها فلوسي عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل مصنع واعمل شركه واشتري حته ارض وابني مبنى واعمل معرفش ايه. في الوضع الحالي اللي حضرتك كنت بتتكلمي معايا فيه في الاستراحه، الوضع الامني والوضع، ما فيش بقى المستثمر اللي جاي من بره ده. عشان كده بقول المهمه اللي قدام الحكومه مهمه صعبه جدا. يعني احنا زي ما نكون بندور برضو في حلقه مفرغه يا دكتور احمد. احنا عايزين وضع سياسي يستقر، عشان وضع امني يستقر، عشان وضع اقتصادي يستقر، عشان نقدر نقلل من البطاله. يعني حضرتك كنت بتتكلمي مع السيد نائب التنفيذي البنك الدولي في تمام، دكتور فخري الفقي، دكتور فخري، فحدثك عن القروض البنك الدولي. هو طبعا تلافى انه يجيب سيره صندوق النقد، لانه احد مشاكل مثلا الحكومه الحاليه، بالرغم من انها فيها قامات اقتصاديه ما حدش يختلف عليها، قامات قادره على انها لو قعدت مع صندوق النقد تتفاوض معاه تفاوض شرس وتجيب يعني شروط جيده جدا، الا انه انا بتكلم دلوقتي، مش بتكلم اقتصاد. احد الحاجات العوامل، صندوق النقد بيكلم سياسه وبيكلم اقتصاد، دول هيعرفوا يكلموا اقتصاد. اول جمله هيقولها لهم صندوق النقد لا يقرض حكومات مؤقته. طب يعملوا ايه؟ فانا عايز اقول ايه، انه لا، عندنا ملف لازم نتعامل معاه. يعني عايز ناس عضلات بقى ويركزوا فيه. يعني قبل ما نقفل ملف البطاله والبطاله خليني اقول الى ان تستقر الاوضاع السياسيه، وبالتالي يبتدي يبقى هناك نمو اقتصادي ويبتدي الوضع الاقتصادي يتحسن. احنا عندنا شباب كتير الحقيقه بدون عمل، نستفيد ازاي من طاقتهم حتى تستقر الامور؟ الدول حضرتك اللي مرت بحاجات زينا، الحكومه بتعمل نوعين من التدخل. نوع سياده الوزير اشرف العربي اعلن عنه منذ اسبوعين، ان هو جه قال ايه، انا كحكومه صحيح انا الديون عندي كتيره ومتلتله وحالتي صعبه، لكن القطاع الخاص محجم والاجانب محجمين، فانا هخش اضخ 22 مليار جنيه عشان خاطر اعمل بيهم مشروعات. المشروعات دي هتولد ايه؟ فرص عمل. يعني لو اتكلمنا مثلا عن ان انا ببني محطه ميه ولا ببني 30 40 عماره لاسكان الشباب، ما هو ده معناته انه في مقاول هيجي، المقاول ده في واحد هيشيل زلط، وفي واحد هيركب سيراميك، وفي واحد هيدهن، فكل ده ايه؟ فرص عمل. فده الخطوه الاولانيه. الاجراء الثاني اللي بتعمله الحكومات في اللي شبهنا، بتقول ايه؟ بتقول طب ما جهز الشباب دول عشان لما العربية تبقى على الطريق ولا الطيارة تبقى على ممر الانطلاق وتنطلق يبقوا جاهزين. فيجي يقوم ضاخخ شوية فلوس في حاجة بنسميها التدريب، زي الحاجات اللي بيعملها احمد، ان احنا ادربه وهيئه واظبطه بحيث انه ايه، لما العجلة تلف يبقى دول عندي جاهزين، مش بقى لما العجلة تلف ابقى بدور على ناس، ويبقى عندي فرص عمل بس عندي ناس ما عندهاش المهارة لفرص العمل. طيب، قبل انا عايزه حضرتك تقيم لي اداء الحكومه الحاليه واداء الحكومه اللي فاتت. ينفع امتنع عن الاجابه؟ لا ما ينفعش. معلش بقى، عندي تضارب مصالح، لانه فيها مجموعه كبيره من الاصدقاء. يعني معظم الحكومه يعني الحقيقه علاقتي بيهم طيبه وكلهم من الاصدقاء. بس انا اعرف عن حضرتك الشجاعه والصراحه، ايضا كنت بتعارض الحقيقه في ظل حكم نظام مبارك لدرجه لا، لاني كنت جوه الحكومه، فكنت لا اجد غضاضه ان انا لاني جوه الحكومه ان انا اقول لزملائي ان انا اعمل كذا. على فكره انا شخصيا واحده من الناس اللي عندي انطباع انه بسبب حضرتك وبسبب وزارتك ايام مبارك قعدنا فتره طويله الحقيقه بعدها، حتى بعد قيام ثوره 25 يناير ما عندناش وزاره او ما عندناش وزير تنميه اداريه، عندنا قائم. لا مش انطباع، هو حقيقه حضرتك. هو حقيقه. طب اللي جاي بعد حضرتك بيتعاقب علشان انت كنت بتتكلم عن الفساد وقت نظام مبارك؟ لا، هو مكتبي كان عليه 3 ملفات.
كان فيهم يعني كنت بتكلم في الحكومه الالكترونيه او تطوير الخدمات، كنت بتكلم في التطوير المؤسسي اللي هو فكره مرتبات الموظفين وهياكلهم وكل الكلام ده، وده كان فيه شد وجذب كتير. وكان في ملف مكافحه الفساد اللي انا كنت مسميه الشفافيه والنزاهه، عشان كده ياخد اسم لطيف ما يبقاش يعني فج. فهم يعني خشوا في 31 يناير، وزاره 31 يناير دي لما تشكلت كان في خوف انه 31 يناير 2011 انه الوزير اللي هيقعد على الكرسي هيلاقي الثلاث ملفات دول هيكمل. فهيبتدي بقى ايه، لجنه الشفافيه والنزاهه كانت مطلعه 4 تقارير يعني فيهم تقريرين، والدنيا اوريدي على الاقل تقريرين زي النار يعني زي ما بيقولوا، والناس اوريدي نازله في الشارع ولسه ما كده. استقرتش فقال لك الأمور. طب ما نهدي اللعب، بلاش وزير تنميه اداريه، فما حدش يقعد على الكرسي بقى، ما حدش يمسك الملف، يبقى قائم باعمال بس. بس استمر على ده فتره طويله، استمر على ده وقت حكم المجلس العسكري، واستمر ايضا ده وقت حكم الدكتور مرسي يعني. مظبوط. مظبوط. يعني كل الحكومات اللي جت بعد كده ما كانتش عايزه وزير تنميه اداريه. طيب عموما انا عارفه انه اتعرض على حضرتك في حكومه الدكتور الببلاوي، صحيح؟ او كنت مرشح على الدكتور الببلاوي مشكورا يعني طبعا لانه لهذا المنصب واعتذرت. مظبوط. يعني كان ليا راي في ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل، ووجدت كده ان في حاجات هتتاجل. وطبعا الدكتور ببلاوي يعني اولا بشكره على هذه الثقه، وهو طبعا اقدر على انه يقرر ايه الحاجات اللي هتيجي بسرعه وايه الحاجات اللي هتيجي بعدين. مش عايز اخش في فكره كيف اقوم او اقيم الحكومه، لكن عايز اقول لهم كيف ترى تعاملها مع الملفات يعني الملحه. حضرتك قلت احنا عندنا على الاقل 7 6 ملفات، بيتعاملوا معاها ازاي؟ لا هقول لحضرتك ايه، انا بقول، وقلت الجمله دي قبل كده هقولها تاني، انا المواطن احمد درويش بطلب من هذه الحكومه الا تتعامل على انها حكومه مؤقته. اقتصادنا وبعض الملفات الساخنه لن تتحمل حكومه مؤقته اخرى. احنا عدى علينا العديد من الحكومات المؤقته، احنا اصبحنا في وضع صعب. عصام شرف كانت حكومه مؤقته، الدكتور كمال الجنزوري كانت حكومه مؤقته. هو طبعا الدكتور عصام شرف بس هو لانه يعني صديق يعني مع احتفاظ الالقاب، دكتور عصام، دكتور كمال الجنزوري، دكتور هشام قنديل، ما كانتش حكومه مؤقته لكن كانت حكومه لا تاخذ قرارات لسبب او لاخر مش عايزين ندخل فيه، ده هياخد وقت طويل. انا مش عايز الحقيقه حكومه، انا عايز حكومه تيجي تحفر حته الارض، ولو اتيح لها انها ترمي الاساسات ترمي الاساسات، وبعدين تيجي الحكومه اللي بعديها تطلع بالدور الاول وتكمل. انا مش عايز حكومه تيجي تحرس حته الارض. انا بقول اهو انا احد المواطنين وبوصل صوتي للحكومه، ومعتقد ان انا مش لوحدي، لانه الموقف لا يتحمل الحقيقه فكره تسيير الاعمال. في حد كان استخدم من الساده الوزراء كلمه جيده وانا عايز ابني عليها، قال ما نسميها حكومه تاسيسيه مش حكومه انتقاليه، يعني بتؤسس بترمي اساسات. عايزينها من فضل الدكتور حازم الببلاوي والساده الوزراء حكومه من فضلكم ارموا الاساسات عشان نبتدي نطلع بالعمار، مش عايزين حكومه تقعد تحرس حته الارض لغايه ما تسلمها للحكومه اللي بعديها. تمام. طيب هرجع للمهندس احمد، هاخد منك الكلمه الاخيره، بس في تصريح اخير عايز اسال حضرتك فيه، ومعلش اعذرني يعني انا هقول لك برضو اللي شايفنا ممكن هو يكون بيقول ايه لما يسمع هذا التصريح. صحيح حضرتك ليك تصريح بتقول فيه انه اداء حكومه الدكتور احمد نظيف من ناحيه النمو الاقتصادي كان الافضل على مدى 30 عاما، صحيح؟ قلت هذا الكلام. لا انا قلت هذا التصريح، بس هذا التصريح مش من بتاع احمد درويش. هذا تصريح الارقام حضرتك. انا رجل ما خفتش من الهجوم، ما خفتش ان حد يستفز من هذا الكلام، واحنا لا على فكره حضرتك شعب قام بثوره ضد هذه الدكتور فاروق العقده في حديث له مع محمود سعد قال ذات التصريح. حضرتك انا راجل مهندس، والدكتور فاروق العقده رجل اقتصاد وبيفهم بنوك. نحن نتحدث لغه الارقام. انا مش عايز المسائل بغض النظر عن الشخصيات التي كانت تروق او لا تروق، بغض النظر عن بعض الاحداث. حديث الارقام بيقول ايه؟ حديث الارقام بيقول انه منذ ان تولى مبارك سنه 1981 الى ان ترك في 2011 ما عندناش حكومه كان فيها ناس افاضل. يعني حد يختلف في مصر على ان الدكتور عاطف صدقي من احسن رؤساء الوزراء الذين جاءوا الى مصر؟ ما حدش يختلف على ده حضرتك، تمام؟ بالارقام الدكتور عاطف صدقي تاني اطول رئيس وزراء في تاريخ مصر من ايام نوبار باشا، بعد مصطفى باشا فهمي. مصطفى باشا اني اعتقد 14 سنه، الدكتور عاطف صدقي 9 سنوات. فاحنا مش بنتكلم، انما حتى الدكتور عاطف صدقي الذي لا يختلف عليه احد انه من احسن رؤساء الوزراء اللي عدوا على مصر، حكومته ما عملتش ال7 وال7.2 وال7.8% اللي عملته حكومه الدكتور نظيف. ففي هناك فرق بين حديث الارقام
وحديث اي حديث اخر. لما هنيجي نتكلم بقى على الفجوه، طبعا لانه مصر في عهد مبارك من 81 الى 2011 الفجوه ما بين من لديه ومن ليس لديه كبرت قوي. هذه الفجوه كانت بتزيد. يعني حتى لما كنا بنحسن الناس، يعني خليني ادي حضرتك مثال، وهقول هذا المثال وانا ده من الامثله اللي كانت ما بتنيمنيش بالليل. اذا كان عندنا دقيقه، نص دقيقه، انا اسف، نص دقيقه. معاش الضمان حضرتك في 2004 للارمله اللي عندها 3 عيال وجوزها متوفي كان 60 جنيه. رفعته حكومه الدكتور نظيف من 60 جنيه الى 150 جنيه و40 جنيه عن كل طفل، يعني الى 270 جنيه. فمعنى كده ان الست دي كانت بتاخد 60 جنيه بقت بتاخد 270 جنيه. صحيح، هو قليل جدا، ولكن عايز اقول لحضرتك واحد يجي يقول لي ايه ده انا رفعتها 4 مرات. انا ما كنتش بنام بالليل. انا راضي حكم حضرتك وحكم الساده المشاهدين، ال 270 جنيه دي تعمل ايه للارمله اللي عندها 3 عيال؟ ما تعملش. فهي كانت في الدور الارضي، طلعت الدور الاول، بس كان في واحد في الدور الثاني طلع للدور التاسع، فالفجوه زادت. بس تمام. طيب اسمح لي، احنا هناخد الكلمه الاخيره من الشباب. طبعا تاخد حقك بقى وتقول لنا كلمتك الاخيره، لو في اي حاجه اخيره عايز تقولها مهندس احمد. انا عاوز اقول ان الشباب قادر يعمل وبيعمل وبيعمل وهو متطوع. شباب مصر نفسه يعمل حاجه، عاوز حاجه تطلع الطاقه فيها. يوم الهندسه المصري بقاله 12 سنه، عدى عليه كل سنه 200 ل 300 متطوع مختلف، بيطلع كل سنه مشاريع تفيد مصر. ارجوكم اهتموا بالمشاريع ديت، اهتموا بالنشاطات ديت. هو ده اللي هيبني لقدام، هو ده اللي هيبني الشباب، وهو ده اللي هيعلم قدام. هم محتاجين دعم ومحتاجين تركيز ومحتاجين لتسهيل الامور عشان يقدروا يوصلوا. تمام. انت شرفتنا النهارده مهندس احمد ابو السعود، شكرا ليك، شكرا لدكتور احمد درويش وزير التنميه الاداريه بيشتغل كتير وبيتكلم قليل. صحيح، وانا بشكرك الحقيقه ان انت يعني شرفتنا بمعرفه مهندس احمد النهارده. شكرا ليك. وزي ما الدكتور احمد درويش النهارده يعني شرفنا، وكان معاه ايضا مهندس احمد ابو السعود، واحد من الشباب الواعدين في مصر. ايضا هيكون معانا شاب واعد الحقيقه اصبح الان قريب جدا من مركز اتخاذ القرار في مصر من رئيس الجمهوريه، وهو مستشاره العلمي الدكتور عصام حجي. استنونا.